طابع قوية وصعبة، ولكن تبقى دائما رقية القصرة هي أمنيتنا في هذا، أملنا في هذا نصف النهائي لكي تتأهل إلى النهائي. ورقية على ما يبدو كما شاهدنا في الدور الأول والدور الثاني لا تخاف أحد. نعم، لا تخاف أحد، يعني تبذل جهد كبير من أول لحظة. هي قالت أنا أعرف أن هذا الدور صعب لكن هدفي هو التأهل. نعم، وهدفها إذا كان هو التأهل فممكن ستحطم رقم الشخصي 22 ثانية و65 جزء من المئة. نعم، فلأن هذا السباق سيكون قريب جدا من 22-20، فلهذا البطلة رقية ستجبر بأن تقوم بجهد أكبر لكي تتأهل من 4 الأوائل. نعم، من 4 الأوائل. ورقية القصرة وقلوب الملايين من العرب يتمنون أن تدخل هذه البطلة إلى هذا النهائي الجيد، لأن نهائي أمريكي جامايكي 100%. فإذا دخلت بطلة عربية والله ستكون إنجاز كبير جدا لهذه البطلة، إنجاز غير مسبوق. إذن هذه هي شيرون سيمبسون، هي 22-60 تأهلت. بجانبها ستكون رقية القصرة في الممر السادس، الحارة السادسة. نعم، هي في أفضل ممر لأن ممرها السادس. نعم. في الممر الخامس شيرون سيمبسون المرشحة لنيل الميدالية الذهبية، وفي الممر السابع أليسون فيليكس المرشحة بالميدالية الذهبية، وهي في الوسط. فعليها إلا أن تعرف أو تقوم بمجهود، هي تعرف ولكن تقوم بمجهود أكبر، لأن رقمها 22-65. البطلة مثل هذه أليسون فيليكس رقمها 21-81. نعم، فلهذا ما نطلب من القصرة تفوز بهذا النصف النهائي، ولكن أن تتأهل أن تكون من 4 الأوائل يا رب. هي تأهلت ب 22-76. وهناك إيميلي فريمان من بريطانيا موجودة في الحارة التاسعة. نحن واقعيين منطقيين. محا فرصة ولاحت يجب أن تستغل، وإن شاء الله تستغل، على الرغم من معرفتنا أنه البطلات الموجودات قويات جدا من أمريكا وجمايكا. صحيح عثمان، فالمنطق والأرقام تقول بأن البطلات الأخريات أقوى من البطلة رقية القصرة، لكن لا مستحيل. نعم، لا مستحيل. نعم. لأن الألعاب الأولمبية كلها مفاجآت. نعم. فنحن لسنا في ملتقى دوري ذهبي. نعم، صحيح. أو سوبر جراند بري اللي ممكن نقول هذا البطل سيفوز ويفوز هناك. دعنا الآن نركز على هذه الانطلاقة. انطلق الآن السباق، الكل مع رقية القصرة بالأبيض بالأحمر، بالبركة والخير. وندخل إلى آخر 100 متر. طبعا تبذل قصارى جهدها رقية القصرة. هل تكون من ال4 المتأهلين؟ طبعا تدخل في تفريش صعبة. 22-33. قلت لك يا عثمان سيكون رقم قريب من 22-20 22-33، وهذا رقم ليس سريع جدا لأليسون فيليكس. الإيقاع سريع. 22-23. وبطلات قويات في هذه المجموعة، لأن هناك البطلة أليسون فيليكس المرشحة لنيل الميدالية الذهبية وإضافة إلى شيرون سيمبسون هي كذلك مرشحة لنيل الميدالية الذهبية. فالصف الثالث لا الصف الأول الأمريكية، والصف الثاني أمريكية، والصف الثالث جامايكية، والصف الرابع أيضا من جزر الكايمن. نعم، مثلسل بزمن 22-61. نعم، والبطلة البحرينية في الرتبة السادسة ب 22 و72 جزء من المئة. علي هارد لك.
يعني كفت ووفت، لا نطلب منها أكثر من ذلك. أعتقد أن وصولها للدور نصف النهائي أعتقد أنه إنجاز كبير. صحيح، إنجاز كبير. يعني الله يعطيها الصحة، الله يعطيها العافية. أعتقد أنها أيضا شرفت الفتاة العربية في سباق من النادر أن تتواجد به فتاة عربية بهذا المستوى في الدورات الأوروبية. صحيح.